قصتنا الليلة عن المليونير الذي فاته القطار، فهيا بنا لنرى ما هي القصة. كان هناك شاب يدعى أنور، كان كل ما يتمناه منذ صباه أن يصبح ثريا ويمتلك الكثير من الأموال والمشروعات. لم يتمكن أنور من إكمال دراسته، بل ترك المدرسة مبكرا حتى يستطيع جمع الأموال. كان في تسابق مع الزمن بجمع أكبر قدر من الأموال، فكان يعمل ليل نهار حتى أنه كان ينسى نفسه ويخلص لعمله. كان يمر من أمام أفخم وأجمل المطاعم وتعبق رائحة المشاوي اللذيذة أنفه وتثير شهيته، ولكنه كان يسيطر عليها ويتمنع عن شراء الطعام حتى يجمع الأموال ويحافظ عليها ولا يصرفها مقابل لذة زائلة. هكذا كان يفكر دائما، حتى أنه كان يحرم نفسه من الملبس والمسكن وركوب السيارات الفاخرة والطعام والزواج وغيرها من الأشياء الكثيرة التي كان يتمناها، ولكنه حرم نفسه منها حرصا على الأموال. وفي النهاية تمكن أنور من تحقيق حلمه وجميع ثروته المنشودة التي كان يحلم بها منذ صباه، وأصبح من أغنى أغنياء بلدته. وعندها أراد أن يبدأ أنور بأن يستمتع بحياته الحقيقية ويعيشها ويمرح بالملذات التي حرم نفسه منها كثيرا، وقرر أن يتزوج وينجب أطفالا، ولكنه حاول أن يتصرف كالأغنياء هذه المرة، فذهب إلى الطبيب حتى يجري فحصا شاملا على نفسه قبل الزواج. ويا للهول الصدمة، فقد أخبره الطبيب أنه مصاب بعدد من الأمراض الخطيرة التي تمنعه من تناول الحلويات واللحوم وأي أكلات دسمة، كما تبين أن لديه أمراض في قلبه تمنعه من الزواج، وكذلك ضعف في بصره يمنعه من قيادة السيارات وغيرها الكثير والكثير. عاد أنور إلى بيته حزينا، نظر إلى خزنته المليئة بالأموال فندب حظه، وهكذا فوت أنور قطار حياته ولم يتمكن من عيشه، على الرغم أنه جمع كل الأموال التي يتمناها ظنا منه أنها سوف تجعله يعيش الحياة التي يتمناها، ولكن هيهات وأسفا له. لذلك كان يقول إبراهيم الفقه رحمه الله: عش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك، عش بالحب، عش بالسعادة، عش بالأمل، وقدر قيمة الحياة.